النهارده يا جماعه انا هعمل فرختين مشويين. انا هنا حاطه فلفل اسود وملح ابيض ودبس رمان اهو. هزيدهم كمان من دبس الرمان اهو. الفلفل الاسود على فكره من تحت يا جماعه اهو. وادي الفرختين بتوعنا غسلناهم وعملناهم بالمحلول بتاعنا اللي عملناه قبل كده في حلقة قبل كده. انا عملته لكم اللي هو كان محلول عبارة عن توم مفروم ومية وملح وليمون. وبعد ما غسلتهم اهو قدامكم وهنبتدي نشتغل فيهم دلوقتي اهو. انا بقى ايه الفلفل الاسود اهو ابتدى يبان اللي انا قلت لكم عليه. الفلفل الاسود عبارة عن معلقتين فلفل اسود من معالق الشاي. الملح معلقة كبيرة من الملح. ودبس الرمان 4 معالق او 5 معالق. انا يعني حطيت 5 معالق كبر شوية اهو. تمام كده. وبعد ما نحطهم جوه في الفراخ من جوه ومن بره هنوريه لكم. تمام اهو يا جماعه. بعد ما حطيت الخليط اللي انا عملته دبس الرمان والفلفل الاسود والملح الابيض حطيته من جوه ومن تحت الجلد ومن جوه ومن بره اهو. وحطيتهم كمان في ازايز اهو. ادي الفرخه التانية اهو اهو. تمام. وهحط لهم طبعا هنا في الصينيه ميه مغليه. انا سخنت الكتل واحط لهم الميه مغليه وبعدين احطهم في الفرن. وبكده وصفة النهاردة خلصت واشوفكم بخير ان شاء الله. مع السلامة. اهو يا جماعة كده انا خلصت بالهنا والشفا اهو يا جماعة. انا حطيتهم في الفرن اهو بالشكل ده. وهبتدي اقفل الفرن دلوقتي. البخار بتاع المية هو اللي هيسوي لي الفرختين وهيبقوا مشويين. هيسووهم لي يعني بطريقة بسرعة يعني. وكده خلصت وبالهنا والشفا ومع السلامة. واشوف وشكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.